صدقني يا استاذ سرحان القصه دي قصتها هتكسر الدنيا. اشوف الاول وبعد كده احكم. الشاي يا زيزي. البدايه ما تشجعش. انت بتقول ايه؟ ده عصاره حياتي. الشاي. شايك يا شاكر، شايك يا أستاذ. اعرفك الاستاذ سرحان، الاستاذ سرحان هيطبع لي القصه وبعد كده الفلوس هتبقى معانا زي الرز. أيوة. مراتي ايه رايك فيها؟ جميله؟ هي فعلا جميله، دي بديعه. على العموم انا هاخد القصه واطبعها، بس طبعا مدام زيزي لازم تيجي معايا المطبعه عشان تتابع الطبع بنفسها. زيزي هي بطلة القصه معايا. ايه رايك نحط صوره المدام على الغلاف؟ لا طبعا، ممكن تحت الغلاف. يا ريت القصة دي تكون قدم الخير علينا. ما تقلقيش يا مدام حضرتك هتكوني معايا دايما هتبقى احلى قصه في حياتي. خلاص يا زيزي، قومي غيري هدومك وحط احمر واخضر عشان تروحي مع الاستاذ عشان القصه تنطبع بسرعه. حمام. واضح جدا ان المدام بتحبك قوي يا استاذ شاكر. طبعا بتحبيني وبتموت فيا. واضح جدا. أنا جاهزة. طب اتفضلوا انتوا بقى عشان ما عندناش وقت نضيعه. طيب انا هستأذن يا استاذ شاكر. وكده بقى انا جبت جون في عالم التأليف الواقعي.